هذا الرجل كان من وجهاء مدينة الزلفي، وكان رجل كريم معطاء جواد زاهد، وكان يقرض الناس كثيرا، يفرج كرب الناس كثيرا. فإذا جاء أحد يزكيه أنه محتاج وأن ظروفه صعبة كان يقرضهم قرضا حسنا. في يوم من الأيام جاء رجل من أهل الدوادمي وأخذ منه قرض تقريبا 40,000 ريال. كتبوا هذا المبلغ بينهم الشيخ عبد العزيز الله يغفر له السليماني وبين راعي الدوادمي. مرت الأيام ومرت السنين والرجال راعي الدوادمي ما عاد جاء، ما عاد سدد. جاء في البداية سدد ثم ما عاد جاي يسدد. فالشيخ عبد العزيز السليمان يقول للعم محمد بن عبد المحسن العصيمي وكان يشتغل معه، قال له يا ولدي في واحد بالدوادمي ماخذ مني فلوس ودنا ناصله، كانه ميت حللناه، كانه حي طالبنا. أنا هالكلمة دي بس وقفت عندها كثير. كانه ميت حللناه، كان حي طالبنا. فساقبه لين وصلوا للدوادمي وسألوا لين وصلوا بيت الرجال. طقوا الباب، ردت المرأة السلام عليكم. وعليكم السلام. يا خيتي هذا بيت فلان الفلاني؟ قالت نعم بيته. حسب انتم بديانه جايين تطلبونه، ترانا حالتنا صعبة والرجال مسجون، فلا تكونون من الديانة اللي جايين يطلبوننا ويضيقون علينا. فقال الشيخ عبد العزيز الله يجعله فعليين هو في قبره الحين، قال لا ما جينا نضيق عليكم إن شاء الله، ما جينا نضيق عليكم. ثم يقول العم محمد بن عبد المحسن يقول أخذني من يدي ورحنا للسوق وشرى ذبيحة وشرى مقاضي، ثم رجع للبيت طق الباب عليها قالت نعم، قال افتحي وخذي الأغراض اللي عندك وزيني غداة بإذن الله يجي يتغدى معك. الله أكبر. ثم دخل عليها بالذبيحة ودخل عليها الأغراض، ثم راح المدير الشرطة وجاء عنده السلام عليكم. وعليكم السلام. فلان الفلاني مسؤول عندكم، وش عليه؟ قال عليه 80,000. قال هذه 80,000. طلع دفتر الشيكات ويكتب 80,000 ثم يخلص مع الرجال ويطلع. الرجال مندهش يسلم على العم عبد العزيز محرج منه، والعم عبد العزيز جاي يسد عنه. ثم يوم خلصوا أخذه من يده، والله ما هو بعرف يتكلم إنه يبكي، ثم أخذه من يده وراح البيته. قال يلا غدنا. قال يا عم عبد العزيز ما بالبيت شيء، خلي روح اتقضى. قال كل الخير ببيتك. ثم راحوا وجو ورا المرأة مزينة الغداء، تغدوا ويوم عينهم الله خير وخلصوا، وكان وقت شتاء. طلع من مخباه الكمبيالة وقال يا وليدي ما نحب صايرين حنا والديانة عليك، هذا اللي لي عليك أشهد بالله أنه وصل لي. يقول ثم قطعه ورماه بالمشب. ثم جاء يوم جاي يقوم طلع دفتر الشيكات وقال عاد حنا تركناك صفر، ما عندك شيء ما يصير. ثم كتب له 10,000 ريال ثم انطلق ورجع. هذا الرجل يخبر عنه ولده، يقول إني مرة من المرات في أواخر حياته أبوي قال يا ولدي جيب السندات اللي على الناس. يقول يوم جبتها له أخذها من يدي ورماها بالمشب، وقال يا ولدي إن جاكم أحد جاي يسد من يسر خذوا منه، وإن ما جاكم أحد فالله يحلهم كلهم ويبيحهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل قبره روضة من رياض الجنة.